البنت دي شافت قاتل مأجور بيقتل مامتها، ومع كده مظهرش على وشها اي خوف، والقاتل موقفش عند كده، لا كمان قتل باباها. وبرضه البنت فضلت ثابتة لحد ما القاتل قعد على كرسي قدامها. والحقيقة ان البنت كانت مستعدة في الاول، وفي اللحظة اللي القاتل قلل فيها حذره طلعت خنجر من تحت الترابيزة وغزته في ايده، وجريت على طول على الحمام ونطت من الشباك واستخبت تحت السقف، والرصاص مقدرش يوصلها. بعد كده خبت شريحة الكترونية في بقها، وهي نفس الشريحة اللي القاتل كان بيدور عليها، ونطت من فوق سور على العربية. لكن القاتل فضل وراها، ومن غير ما تتردد نطت ودخلت جوه مجاري، والقاتل فضل يضرب عليها نار، بس هي هربت. وما كانوش يعرفوا انهم هيدفعوا تمن غالي علشان سابوا البنت دي تفلت منهم. واسم البنت دي كاتيليا. ووصلت بسرعة لشيكاغو عند عمها، وهناك عيطت بحرقة لأول مرة. وكاتيليا طلبت من عمها يساعدها تكون قاتلة مأجورة علشان في يوم من الأيام تنتقم لباباها ومامتها. وبعد 15 سنة كان في 2 من الشرطة قاعدين بياكلوا في عربية الدورية، فجأة خبطت فيهم عربية طلعت منها بنت جميلة كانت سكرانة، والشرطة وقعوها على الأرض ولاحظوا عقد في رقبتها، والبنت دي كانت كاتيليا، وقبضوا عليها وبعتوها للسجن. بس دي كان بالظبط اللي هي عايزاه، وخطتها هنا انها تقتل سجين. في نفس الليلة لبست بدلة العملية وفتحت قفل بدبوس شعر، وحركت شاشة المراقبة وخدت معلقة وكوباية مية. وقبل ما تروح لأوضة الكهرباء أول حاجة فتحت فتحة التهوية وثبتت المعلقة في مفتاح الكهرباء، وخرمت الكوباية وظبطت المؤقت وطلعت لفتحة التهوية واستنت جنب المروحة شغالة. وأول ما المية وقعت من الكوباية على السلك انقطعت الكهرباء والمروحة اتقفلت، وكاتيليا نزلت من الفتحة. وساعتها الحارس اللي كان بيراقب السجين كان في الحمام، اتسحبت وراه وضربته ووقعته وشدته على الزنزانة، وجوه أجبرت هدفها تحت تهديد السلاح يقلع قميصه، وبعدين ضربته بالنار وقتلته. وقبل ما تهرب حطت السلاح في ايد الحارس المغمى عليه. ولما رجال الشرطة سمعوا ضرب النار جريوا على المكان، ملقوش غير زميلهم واقف ومذهول ومتلخبط على السطح. الشرطة حاصرت كاتيليا، بس هي مسكت فيه أسفل الدرابيزين وخبت نفسها، وبعدها رجعت بهدوء لزنزانتها وغيرت شكلها. وأثناء التفتيش البوليس مشكش في أي حاجة. اليوم اللي بعده وصل المفتش روس من FBI لشيكاغو، وعالج جثة الضحية شاف زهرة الأوركيد مرسومة بالروج، ودي كانت الجريمة رقم 22 في سلسلة الجرائم القتل. وباين إن القاتل كان عايز يبعت رسالة للعالم بنمط معين. انتظروا الجزء الجديد. سلام.